أنا عبد الواحد عبد المحسن. أحببت أن أعلق على حالة التقشف والتي أعلنت عنها الحكومة السعودية مؤخرا، وذلك بتقليل الرواتب وإلغاء البدلات والعلاوات وإيقاف التوظيف ورفع أسعار البنزين والكهرباء وفرض الضرائب وغير ذلك الكثير من الإجراءات التي تجلد ظهر المواطن ولا تمس مخصصات سموه. فأين تذهب تلك الأموال التي يقومون بتوفيرها؟ علمنا عن يخت محمد بن سلمان البالغ قيمته 550 مليون دولار، وعلمنا عن يخت فهد بن عبد العزيز ومصروفه مع حاشيته البالغ 6 مليون يورو يوميا، وعلمنا عن اختفاء التريليون ريال في الفترة الماضية من خزينة الدولة، وعلمنا عن مزرعة سلطان بن عبد العزيز والتي تستهلك من الماء ما يستهلكه 30,000 مواطن، وعلمنا عن ثروة مشعل بن عبد العزيز والتي تزيد عن تريليون ريال. كل هذه البلاوي لم تعد غائبة عن عين المواطن، لكن ما يغفل عنه السعوديين هو أن أموالهم التي جففها سموه بتخفيض ما يستلمونه ورفع ما يستهلكونه وبيع أراضي سموه عليهم وتدبير مكيدة سوق الأسهم، وهذه الأموال هي التي تغطي الجيش الإلكتروني السعودي. فما هو الجيش الإلكتروني السعودي؟ بحكم عملي في قلب وزارة الدفاع استطعت أن أحصل على هذه المعلومات من مصادر في وزارة الداخلية. الجيش الإلكتروني السعودي يضم عشرات الآلاف من المباحث الذين ينشطون على الإنترنت، ورواتبهم من جيبك يا مواطن، ووظيفتهم التصدي لحقوقك. إذا تعرض سموه الانتقاد هبوا ليدافعوا عنه، وكل من يقف في وجههم يقولون عنه إيراني، رافضي، حوثي، إلى آخر تلك المسميات. إذا طالب أحد بدستور أو انتخاب قالوا عنه عميل ومخرب. إذا طالب أحد بإسقاط الولاية عن المرأة اتهموا المرأة السعودية بأنها عاهرة ومدسوسة وإلى آخر تلك المسميات القبيحة. بعد أن ظهرت بالمقطع الأول انطلق الجيش الإلكتروني السعودي المباحث تحت هاشتاج ضابط سعودي يترك الإسلام، وزعموا أنني حوثي. عرضت بالمقطع الثاني خطاب تعييني سكرتير خاص للواء الطيار الركن علي بن سعد المرعي، وأرفقت بالتغريدة صورة الهوية الوطنية وجواز السفر الخاص بي. فهب الجيش الإلكتروني السعودي المباحث ليبث الإشاعات التي تزعم أنه تم القبض عليه. من يقبض علي؟ الحكومة السعودية ذبابة أمام الدول العظمى. يقبضون علي لو كنت في ماليزيا، وحتى الذي قبضوا عليه في ماليزيا كان ثمنه 650 مليون دولار دفعها آل سعود على شكل هبات وهدايا للرئيس الماليزي. أما دول التنوير فهي لا تنحني لحكام لا يجيدون القراءة، ولا تسلم من يقاسمها المبادئ والقيم لدول بن باز والخميني. لن نقول على المباحث أن ينتقدوا عدم الإفراج عن السجينة التي أنهت محكوميتها ورفض ولي أمرها استلامها، ولن نقول على المباحث أن ينتقدوا حبس المعنفات في دور الرعاية، ولن نقول أن عليهم أن ينتقدوا عدم تدخل الشرطة في حالات العنف المنزلي، ولن نقول عليهم أن يروجوا لفكرة تشريع قانون حماية الطفل. ولكن أليس من العجيب أن يكرس مجهوداته لإيقاف هذه الإصلاحات عبر تخوين الداعين إليها وإلصاق أبشع التهم الكاذبة بهم؟ أليست كوميديا سوداء أن ترتفع كل أسعار البضائع في السوبر ماركت لينهب آل سعود من جيب المواطن المزيد من الأرباح التي تذهب لرواتب المباحث وما يسمى بالجيش الإلكتروني الذي ينشط بكثافة للتصدي لحقوق المواطن؟ يأخذون من جيبك ويدفعون لمن مهمته التصدي لحقوقك. عزيزي المواطن، إذا كنت تريد أن تنتقم من آل سعود
فكلما سمعت إشاعة تصب في صالحهم أخبر الناس أنها من أكاذيب وخدع الجيش الإلكتروني السعودي. وشكرا.